اوكي، انا حاب اعرفكم عن حالي. اول شيء انا ليلى، ام للطفل جواد. جواد عمره 6 سنوات. جواد من اليوم اللي خلق هو خلق بتشوه خلق، يعني عنده نقص اطراف بالطرفين السفليين والايد اليمين. جواد كان اول طفل لإلنا، فهالشي كان صدمة كبيرة إلنا يعني. وأبوه أول فترة يعني كان كثير يعاني من أنه يطلع عليه، يعني يطلع على ابنه ويصير يبكي، وأنا كمان نفس الشيء. حتى يعني من كثر الصدمة حتى حليب ما كان فيني أعطيه لجواد، يعني ما رضع رضاعة طبيعية. بس الحمد لله يعني بالنهاية هذا عطاء رب العالمين، ونحن رضينا باللي الله عطانا إياه، وبدنا نتأقلم مع هذا الوضع. والحمد لله الأيام مشيت وجواد صار يكبر، والحمد لله عقله سليم. هاي نعمة العقل نعمة كبيرة نحن نحمد رب العالمين عليها أنه عطاها لجواد. وصرنا نحاول يعني قدر الإمكان أنه جواد يكون شخص مثالي، يكون شخص كويس يقدر يتعايش مع المجتمع اللي هو فيه. صرنا نحاول كثير ندمجه مع المجتمع، ما نخلي انه هو يحس انه نقص عنده. طبعا نحن هذا الشيء ما نقدر نمنعه، نحن بضمن المجتمع الا نحس يعني نسمع كلمه من هون يحس بالشفقه، يحس بالنقص اللي عنده. ولكن نحن حاولنا انه بالبيت انه انا وابوه يكون هالشخص مثله مثل غيره، نحاول انه ما يحس انه في شيء عنده. فكثير صرنا نسأل ونسعى انه ايش الحل لجواد. فصرنا نسأل، قالوا الحل الوحيد هو الطرف الصناعي. ومن سنة استدلينا طبعا على مشفى الهلال الأحمر الكردي، اجينا لهون وكانوا كثير متفهمين، ويعني طاقم عن جد متقن بعمله. فشافوا الدكتور أزديشير، شاف طرف جواد وكان في مشكلة بالرجل اليسار اللي هي كان في عظم طالع. نصحنا بأنه نعمل تصحيح بتر لنجاح الطرف أكثر يعني. فنحن ساوينا العملية والحمد لله نجحت، وبعد 4 أشهر أو 5 اجينا لهون وعاينوا جواد من أول وجديد، وصار في يلبس طرف جديد، وبلشوا فعلا بعمل الطرف الصناعي، والحمد لله كثير نجح. وجواد صار يمشي كثير كويس، والحمد لله صار يمارس حياته طبيعية، يروح على المدرسة، يلعب بالشارع مع الأولاد، فيني أطالعه معي على كل مكان. الحمد لله كان الطرف كثير مثالي وكويس. بس حنا مشكلة، وهو بسبب قعدته يقعد حرف ام، هي سببت له ضعف بالعضل الفخذ، ويصير عنده تقارب بالركبة، فهالشغلة هاي تأثر على مشيته. فنحن عم نحاول مع الفريق المعالجة الفيزيائية هون بالمشفى انه نحل هالمشكلة، وان شاء الله الامور كلها كويسة، والطاقم كله ما عم يقصر ما شاء الله، في اهتمام وتدقيق، وما عم يتركونا لحتى يعني نطلع وامور جواد تكون كلها كويسة. بس مشان تقوية عضلات مربعات الرؤوس، هلا خلينا شوي كمان تفضلوا مثلا العضلات مربعات الرؤوس بس تقوى